فيلمنا بيبدأ في سنة 2003 في سجن في فلوريدا، ونركز شوية في موضوع الأماكن ده عشان احنا هننتقل بالمدن كتير. عامل المخابرات دونالد فيتزوري قاعد مع مسجون اسمه كورتلاند كيزي محكوم عليه في قضية قتل ب 28 سنة سجن، وبيقول له انه ممكن يجيب له عفو مقابل انه يشتغل مع السي اي اي قاتل محترف في فرقة اسمها سيرا. بنروح بعد كده بعد 18 سنة في مدينة بانكوك أثناء تنفيذ كورتلاند كيزي مهمة قتل مع زميله في الفرقة، وبنعرف ان اسمه الكودي بقى سيرا 6 وانه على الخط مع لانجلي ودي المدينة اللي فيها مقر السي اي اي، ومع على الخط كارمايكل اللي هو رئيسه، وبيقول له ان الهدف بتاعه بيبيع معلومات ولازم يخلص منه، لكن سيرا 6 بيرفض ينفذ علشان في طفل موجود، وبيروح يطفي النور وبيخلص من الحراسة هو وزمايله، وبيطارد الهدف وبيشتبك معاه واللي بيعترف له ان هو زميله في الفرقة واسمه الكودي سيرا 4 وانهم بعتوا له زميله، وبعد كده بيبداوا يشتبكوا مع بعض لحد ما بيبدا سيرا 4 يتصاب اصابات قاتلة، فبيدي سيرا 6 سلسلة فيها ميموري عليها معلومات مهمة جدا، وبيقول له ان رئيسه كارمايكل خاين، ولما بيجي رجالة كارمايكل يشوفوا السلسلة مش بيلاقوها مع الجثة، فبيتعصب كارمايكل وبيسأل سيرا 6 في التليفون ان هو خد حاجة من الجثة لكنه ما بيقولوش حاجة، وبيحاول سيرا 6 ان هو يشغل الميموري لكنه بيلاقيه مشفر، وبيرفض سيرا 6 ان هو يروح مع زميلته ميراندا للطيارة اللي هتهربهم. بعد كده 6 بيتصل بدونالد فيتزوري اللي كان جنده في الاول، واللي بنعرف ان هو تقاعد في مدينة باكو في اذربيجان، وبيحكي له اللي حصل وبيقول له ان هو يروح لمطار قريب وهو هيجيب ناس تخرجه. في الوقت ده كارمايكل مع سوزان اللي هي مديرة سيارة 6 وعاوز يبعت عميل اسمه لويد هانس علشان يقتل 6 ويرجع اللي كان معاه، لكن هي بترفض علشان لويد شخص مختل، لكن هو بيمشي كلامه وبيتصل للويد اللي كان في الوقت ده بيعذب واحد في موناكو وبيكهربه وبيخليه يسيب تعذيب ويروح يقتل 6 وياخد منه السلسلة. فلويد بيقول له ان هو عاوز كل الصلاحيات وشيك على بياض حطي فيه الرقم اللي يعجبني، وبيقول له كمان ان احنا هنخطف بنت اخو فيتزوري علشان نجبره يساعدنا، وبيركب 6 الطياره اللي هتهربه مع رجال فيتزوري. في الوقت نفسه كان لويد واقف بيهدد فيتزوري انه هيقتل بنت اخوه لو ما ساعدوش يلاقي 6، وفعلا فيتزوري بيكلم رجالته على الطياره وبيقول لهم يقتلوا 6 بس اهم حاجه يحتفظوا بالسلسله وانهم يقتلوه من غير اي الم، حاجه كده زي الطخو بس ما تعوروش يا ابوي. وفعلا بيحاولوا يقتلوه لكن هو بيكون واخد باله وبتحصل خناقه كبيره على الطياره، وبتنتهي ان الطياره تقع وهو بينزل بباراشوت في تركيا، وبيتصل بفيتزوري وبيساله ليه عمل كده، فبيقول له انهم خاطفوا بنت اخوه علشان يضغطوا عليه، ولويد بياخد التليفون وبيقول لسكس يسلم السلسله، لكن سكس بيروح يتريق على لويد وبيمسك التليفون وبيقول لفيتزوري ان هو هيحط مكافاه كبيره على راسه وهيخلي كل قاتل محترف يحاول يقتله. بيهرب سكس في القطر وبيفكر قبل سنتين لما فيتزوري قابله في مكتب مديرتهم مارجريت كاهيل، طلب منه يحمي بنت اخوه في هونج كونج عشان هو في مهمه في البرازيل، وفعلا بيتولى حمايتها وبينقذها مرتين، مره لما منظم القلب اللي هي مركبات عطل، ومره تانية من محاوله قتل. نرجع للوقت الحالي في مدينه فيينا واللي بيروح فيها سكس المزور عشان يعمل له جواز سفر باسم جديد، وبيحاول يعرف له مكان البنت المختطفه اللي هي كلير، لكن المزور بيخدعه وبيوقعه في حفره وبيقول له ان هو عامل كده عشان المكافاه 50 مليون دولار، وبيبلغ لويد بالمكان. وفي نفس الوقت كان كارمايكل بيستقبل زميلة 6 في المهمة ميراندا وبيحاول يثبت ان هي بتساعده وبتتعاون معاه، لكن بتقول له ان هي كانت اول مرة تشوفه، لكن هو مش مصدقها وبيوقفها عن العمل لويد وبياخد فريقه معاه، وبيروح على بيت المزور وبيقتله لما بيسأله عن الفلوس، لكن بيقدر 6 ان هو يصنع قنبلة ويفجرها في رجالة لويد وبيشتبك معاهم ويقتلهم وبيهرب، لكن لويد بيطارده، لكن ميراندا بتلحقه وبتخدر لويد و6 وبتاخد 6 معاها في شنطة العربية وبتقول له انهم واقفين عن العمل عشان فاكرين اني بساعدك وعاوزة تعرف منه هو سرق ايه وفين، فبيقول لها ان هو معاه ميموري كارد وبعته بالبريد لمارجريت كاهيل مديرة المخابرات السابقة في مدينة براغ، فبتلف بالعربية وبتطلع على هناك. في الوقت نفسه كان لويد وسوزان في مقرهم في كرواتيا، سوزان مش عاجبها ان لويد خطف فيتزوري لكن هو مش بيهتم وبيبدأ يعذب فيتزوري عشان يعرف 6 هيروح لمين في براغ. بيوصل 6 وزميلته لبيت مارجريت وبيفتح الميموري كارد وبيلاقوا عليه حاجات تدين كارمايكل في عمليات خطف وارهاب وتعذيب. بيوصل فريق القتل بتاع لويد وبيبداوا يضربوا نار على الشقه بتاعت مارجريت، لكن هي بتقدر تخلي 6 يهرب من سرداب سري وتفجر نفسها معاه، والشرطه بتقبض على 6 وبيكلبشوه في عمود
عمود حديد، لكن لويد بيبعت اكتر من فريق علشان يقتلوه وبيشتبكوا مع قوات الشرطة. ولويد كان هيتجنن ازاي مش قادرين يقتلوا 6 وهو متكلبش، لكن هو بيقدر يهرب. وبتتدخل ميراندا علشان تساعده، لكن هم بيحاولوا يطاردوه بأسلحة تقيلة وبيفجروا نص المدينة حرفيا لحد ما بيقدر 6 وميراندا انهم يهربوا بالعربية بعد ما كل القتل اللي بعتهم لويد ما بيموتوا. وبيروح 6 وميراندا المستشفى وبيسرقوا كارت بتاع الدكتورة عشان يقدروا يعرفوا مكان الطفلة كلير عن طريق تتبع منظم القلب بتاعها. بس بيهاجمهم قاتل هندي جديد اسمه لون وولف، ومن الاخر كده بيشلوحهم هما الاتنين وبياخد السلسلة وبيقتل رجال الشرطة وبيهرب. وسوزان بتبلغ كارمايكل ان السلسلة جاية لهم في السكة، بس مش هيقدروا يخبوا اللي حصل. وبيروح 6 وميراندا يدوروا على مكان علشان يتعالجوا، وبيحكي لها هناك انه قتل ابوه عشان كان بيعامله هو واخوه بطريقة وحشة، لدرجة انهم وصلوا لمرحلة يا اما ابوه يعيش يا اما اخوه يعيش، فبيقرر يقتل ابوه. وهو شايف ان هو كده عمل انساني. بيوصل لون وولف المقر لويد الموجود تحت حراسة مشددة وبيديهم السلسلة، لكن بيستنكر ان لويد هيقتل الطفلة كلير. لكن سوزان بتلاحظ فجأة ان في حراس مش موجودين، وفجأة الكهرباء بتقطع وبيبدأ 6 وميراندا هجومهم على المقر وبيوقعوا الهليكوبتر. فبياخد لويد سلاحه وبيخرج يواجههم، وميراندا بتضرب بالار بي جي عشان تشغل الحراسة لحد ما 6 يوصل للمكان اللي فيه فيتزوري وكلير. لكن لويد بياخد باله وبيتحرك على هناك، بس بيلاقي 6 قدر ياخد فيتزوري وكلير ويهرب. وميراندا بتضرب ار بي جي على غرفة الحراسة والمراقبة اللي فيها سوزان ولون وولف، وبيتصف فيتزوري بالرصاص وبيقول ل 6 ياخد كلير ويهرب وهو هيحصله. لكن كلير مش بتوافق، بس 6 بيشدها بالعافية وبينط في المية وبيفجر فيتزوري قنبلة في نفسه وفي الحراس. وبتدخل ميراندا وبتحاول ترجع السلسلة، لكن بتلاقي لون وولف لسه عايش وبتشتبك معاه، لكن هو بيديها السلسلة عشان هو كان فاكرها عصابة شريفة. وبيهاجم لويد 6، لكن كلير بتضربه بمسدس إشارة في ظهره، بس هو بيمسكها وبيدخل مكان زي المتاهة. و6 بيدخل وراهم، ولويد بيهدده انه هيقتلها لو ما سابش سلاحه، وهو ساب سلاحه برضه علشان يدخلوا في صراع يدوي. و6 طلب من ميراندا ما تساعدوش وتاخد كلير وتهرب، وكلير ما بتكونش عاوزة تسيبه عشان هي ملهاش غيره، لكن بتقتنع وبتقول له اضربه جامد وبتجري. بيبدأ صراع يدوي ما بينهم وبيتصاب 6، لكن بتظهر سوزان هنا وبتقتل لويد وبتقول ل 6 انها تقول ان لويد هو سبب في كل المشاكل اللي حصلت وعاوزاه يشهد على كده، ده في حالة ان هو كان عاوز كلير تعيش بس هو هيتسجن، فهو ساعتها بيوافق. وبيجي مشهد قدام لجنة التحقيق اللي فعلا بتدين لويد وبتبرأ سوزان وكارمايكل وميراندا، لكن ميراندا بعديها بتهدد كارمايكل لو عمل حاجة في كلير هتقتله. وبيروح كارمايكل وسوزان يشوفوا 6 في المستشفى اللي محبوس فيها، لكنهم بيلاقوا قتل الحراس وهرب. وبنروح لمدينة فيرجينيا للبيت المحبوسة فيه كلير، اللي بتلاقي في اسطوانة موسيقى مكتوب عليها شغالين بصوت عالي، واللي فعلا بتشغلها واللي بيكون 6 هو اللي حاططها، وده علشان ما تسمعش صوت ضرب النار وهو بيقتل الحراس علشان يهربها. وبياخدها 6 في العربية وبينجح اخيرا انه يهربها. ولحد هنا بيكون خلص فيلمنا النهارده. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك مننا كل جديد، وما تنساش تقول لنا رأيك تحت في الكومنتات. نشوفكم الملخص اللي جاي. سلام.